إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإننا نهنئ أنفسنا ونهنئ جميع المسلمين، ونقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند النسائي وجاء عند أحمد وصححه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. انظروا أيها المسلمون إلى تبشير رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، ونحن أيضا نبشر أنفسنا ونبشر من حضر ونبشر جميع المسلمين بهذه البشارة التي قال عنها ابن رجب رحمه الله: أصل في التهنئة بين المسلمين بقدوم رمضان. أيها المسلمون، إننا مقبلون وقادمون بإذن الله سبحانه وتعالى على ضيف كريم وعلى شهر وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه مبارك، مبارك في أيامه ولياليه، مبارك في ساعاته وثوانيه، مبارك في كل شيء معنوي وحسي. فهذا الشهر أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لهذا الشهر وأن يكون من أهل رمضان. حتى قال ابن رجب رحمه الله: إن أهل القبور يتمنون في رمضان تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة. لذا أيها الناس، فإن تبشير رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يدل الدلالة الواضحة، ومما يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن رمضان ليس كبقية الشهور، أن رمضان ليس كبقية الشهور، بل هو مميز عنهم. لذلك جاء عن أبي يعلى أنه كان يقول: إن السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر
أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله 6 أشهر حتى يتقبل منهم رمضان. إذن في السنة كلها السلف رضوان الله عليهم وهم يدعون لرمضان، وأيضا يدعون لأنفسهم أن يكونوا من أهل رمضان، أي يدعون لأنفسهم أن يكونوا من أهل رمضان، ويدعون أيضا أن الله يتقبل منهم ما يعملونه في رمضان. لذلك عباد الله سريعا أذكر ما يتعلق بهذا الشهر من ميزات ومن فضائل ومن خصائص حتى يجد المجتهد وحتى يشمر المشمر. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس في هذا الشهر، مع أنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام دائما وهو في جود، ودائما وهو في جد واجتهاد، حتى قال أنس كما عند البخاري رضي الله عن أنس ورحم الله البخاري قال: كان عليه الصلاة والسلام حسن المنظر، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس في الشجاعة، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الشجاعة شجاع، وأجود الناس في الصدقة. لكن لماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان مع جوده صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان أجود الناس في هذا الشهر لميزته ولخصائصه ولما فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور. حتى قال ابن القيم رحمه الله: وإن الجود يكون ب10 أمور، وسردها وذكرها رحمه الله. فالجود يكون بالنفس، ويكون بالعلم، ويكون كذلك بالرياسة، بمعنى أنه يسخر رياسته ويهينها في خدمة الناس. وهكذا الجود بالبدن، يتعب بدنه من أجل أن يخدم الناس. وهكذا أيضا يكون بالصبر، أي الجود بالصبر، والجود بالعرض، والجود بالأخلاق وبالخلق وبساطة الوجه. وهكذا الجود يكون بعدم الالتفات إلى ما في أيدي الناس وإلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله. ولنعلم جميعا أن الله سبحانه ميز بين الشهور وفاضل من أجل أمور، ألا وإن من أعظمها الجد والاجتهاد واغتنام الفرص، سيما مثل هذه الفرص العظيمة، وإلا ستمر كما قال الله أياما معدودات، وإذ بك كما تقول في كل شهر في آخره وفي نهايته مع الدموع والحزن إنني ساجد وأجتهد في رمضان المقبل. وهكذا مرت رمضانات عليك وأنت في ندم، لكن في آخر يوم تبكي وربما تحزن وتندم وتعض على يديك أنك فرطت وقصرت، وأنك لست من ختم المصاحف ولا ممن حافظ على قيام الليل، وقبل ذلك فرط في الفرائض بتأخير في وقتها أو بعدم إلحاق جماعتها. هنا يأتيك الندم. والآن أنت تسمع في أول جمعة أو في أول يوم قبل يوم رمضان بيوم أو يومين، وأنت تسمع أنها أيام معدودات في الجد والاجتهاد. سمعك وقلبك وبصرك ينتبه لذلك، فإذا بك إما أن تطبق ما سمعت وإلا تندم كما ندمت بالشهور الماضية. لذلك عباد الله فإن الله يفرق بين الشهور حتى لا يصيب المرء كذلك سآمة وملل، فإنه يعيش أياما في عبادة وطاعة،
ثم تتغير تلك العبادة والطاعة بنفحات، بجوائز، تتغير تلك العبادة بما يدفعها من تسويد للشياطين، بما يدفعها من الصيام، لأن البطن إذا امتلأت خمل الجسد. وهكذا من تعريض لما هو أجمل وأطيب وأعظم من تفتيح الجنان وإغلاق النيران وغير ذلك مما يجد المجتهد ومما يشمر المشمر لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الناس، من فضائل هذا الشهر أن القرآن نزل فيه، بل جميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن. أيضا من فضائله أنه الركن الرابع من أركان الإسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وكذلك أيضا أن في هذا الشهر كما سمعنا تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وهكذا تقيد، قيل تقيد من يديها وقيل غير ذلك، فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه حتى يجد المجتهد، وليس حتى ينام العابد، فتقيد الشياطين من أجل أن تكون هناك فرصة لك وتنطلق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من فضائل رمضان أن فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. وهكذا من فضائل شهر رمضان أن هناك دعوة مستجابة عند الفطر، حسن بعض العلماء الحديث بذلك. وأيضا كذلك عند الفطر يعتق الله سبحانه رقابا من النار، فقد جاء في السنن وصحح الحديث العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله عند كل فطر عتقاء من النار. وأيضا في رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول يوم من رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الجن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفيه أنه في كل ليلة عتقاء من النار، عتقاء من النار. كذلك أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم أن الله سبحانه وتعالى جعل فرحة للعبد في يوم فطره، وجعل فرحة يوم يلقاه سبحانه وتعالى. وهكذا من فضائله أن من صامه وأتبع 6 من شوال فقد صام الدهر، فقد صام الدهر. وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام بفضائل كثيرة تتعلق بهذا الشهر وميزه وخصه عليه الصلاة والسلام، لهذا بشر الصحابة به. لذلك عباد الله فينبغي لنا أن نجد ونجتهد ونغتنم هذه الفرص، وعلينا كذلك أن نبتعد عن كل ما ينقص الأجور في رمضان. علينا أن نبتعد مما يتعلق بلصوص رمضان، نجتنب كل ما يتعلق بالكسل والخمول، فإن كثيرا من المسلمين شهرهم يكون في خمول، شهرهم يكون في كسل. ولقد استعاذ عليه الصلاة والسلام في صبحه وفي ليله من الكسل وهو أنشط الناس عليه الصلاة والسلام. ألاف الجد والاجتهاد في هذا الشهر، وعلى كل واحد منا أيها المسلمون أن يبتعد عن المشغلات، سواء الجوالات أو المسلسلات أو المباريات، فالكل ستعود إليه، لكن رمضان لن يعود إليك إلا إما بأوزار أو بحسنات، إما لك أو عليك. أما الهاتف أو اللعب واللهو سيعود عليك دون وزر ودون سيئات، إلا إذا كان فيه شيء من المحرمات. لذلك عباد الله أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يصوم لكنه ليس بصائم، وأن من الناس من يقوم ولكنه ليس بقائم. لذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه
إلا التعب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس إذا دخل رمضان ساء حاله، بدلا من أن يحسن حاله يسوء حاله، وإذ به ممن تغير بأخلاقه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وأخبر أن المرأة إذا وجد شيئا يؤلمه من صاحبه، من جاره، من أخيه، من أي شخص من الناس، فعليه أن يقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، حتى يجمع الأجور العظيمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، ألا وإن من أعظم الأعمال التي ينبغي لكل واحد منا أن ينوي من الآن أن يعملها وأن لا يفرط فيها مهما حصلت له من الشواغل والملهيات، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ عليها كما ذكر ابن قيم رحمه الله. ألا وإن من هذه الأعمال العظيمة، وإلا فإن الأعمال كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ في رمضان، أو مما ذكر من جوده صلى الله عليه وسلم الصدقة. هذه الصدقة التي نفرط فيها كثيرا وإن كانت يسيرة، وخاصة في هذه الأزمنة، فإنه قد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصدقة المتقبلة قال: صدقة في رمضان، صدقة في رمضان. قال ابن القيم رحمه الله: الصدقة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاعتكاف، أي كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصدقة ويكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن الاعتكاف بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يحافظ عليه أولا أن يحافظ على الفروض، الصلوات الخمس. كم من صائم ضيع صيامه والعياذ بالله، وكم من صائم أنقص صيامه والعياذ بالله، فتجده في صلاة الظهر والعصر نائم في بيته. فالصيام يدفعك للطاعة إن كان صياما حقيقيا، أما إن كان الصيام فيه من اللعب فإنه يدفعك إلى غير طاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا من الأعمال التي ينبغي لكل واحد منا أن يعملها في شهر رمضان بعد المحافظة على الصلوات وبعد قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا الصدقة، عليه أيضا أنه يرتب له جدولا في رمضان، يرتب له جدولا في رمضان من الآن حتى يعان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا من الأعمال الكثيرة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها قيام الليل، التراويح التي يأتي بها بعض الناس في مقدمة رمضان وفي بدايته، وإذ بهم يتلاشؤون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بأحاديث كثيرة، حتى قام عليه الصلاة والسلام هو وقام الصحابة الكرام وصلوا بالناس هذه الصلاة العظيمة، صلاة التراويح، تحضر مع المسلمين ويبك تسمع إلى كلام الله سبحانه، فتكون صائما بالنهار قائما في الليل، وإذ بك تنال من الأجور العظيمة. ألا فهنيئا ثم هنيئا لمن حدد نفسه بأن يغيرها بالأخلاق، أو يغيرها بالإنفاق، أو يغيرها بأي طاعة وعبادة. فهنيئا لمن حدد نفسه أنه سيفطر الناس أو الصائمين، هنيئا لمن حدد نفسه أنه سيختم مصاحفا في شهر رمضان، هنيئا لمن حدد نفسه أنه سيحافظ
على السنن المطلقة والمقيدة. هنيئا لمن حدد نفسه أنه سيذهب إلى بيت الله عمرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لامرأة من الأنصار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري أنه قال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله إنه ما معنا إلا ناضحان، ما معنا إلا جملان. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال: كان معها ناضحان، ناضح ذهب به زوجها وابنها، وناضح بقي عندها، أي ما مع إلا هذا الجمل تحمل عليه، وإلا لا باعته وذهبت به تحج بيت الله الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي. هنيئا لمن حدد نفسه بالابتعاد عن المنكرات، بالابتعاد عن مساوئ الأخلاق، بالابتعاد عن الدخان، عن القات الذي دمر كثيرا من المسلمين، بالابتعاد عن الأشياء المخزية، عن الألبسة الرديئة. هنيئا لمن حدد نفسه بالتوبة إلى الله أنه سيتوب إلى الله سبحانه، يقلع من الذنوب والمعاصي، فإن أكثر التائبين يكونون في رمضان. هنيئا لمن حدد نفسه أنه سيدعو الناس إلى الخير، سيعلم الناس الخير. هنيئا لمن حدد نفسه أنه يقول: يا رب أنا مقبل إليك، يا رب أنا مقبل إليك، يا رب أنا مقبل إليك. أسأل الله سبحانه أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الشهر سببا لتفريج همومنا، وسببا لارتفاع غلاء أسعارنا، وسببا لنصرة أهل الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الطائعين، وأن يجعلنا فيه من العابدين، وأن يجعلنا فيه من التالين لكتابه، والحمد لله رب العالمين.